بشوفها في جواز وما بتكفي حياتها لوحدها، أنا بشوف عندها يوما ما طفل. كيف وليه؟ العلم عند الله. هتتجوز من تاني وهتعمل أكبر فرح في مصر. ياسمين عبد العزيز ما قفلتش باب الحب، وليلى عبد اللطيف قالت إنها هتخلف والزوج هيكون مفاجأة. يا ترى إيه الحكاية؟ نبوءة جديدة للعرافة ليلى عبد اللطيف بعد أيام قليلة من تحقق نبوءتها وطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، واللي حصل يوم 16 يناير اللي فات، رغم إن التوقع ده قالته من قبلها بشهر كامل. وقتها ياسمين والعوضي أخدوا الموضوع بهزار وقالوا كذب المنجمون ولو صدفوا، لكن للأسف كلام ليلى طلع هو اللي صح. في مجموعة من الجمهور وقتها كان شايف إنه نبوءات ليلى عبد اللطيف فنكوش، وإنه الحكاية كلها إنها وصلها معلومة عن الخلافات اللي ما بينهم قبلها، لكنها ما كانتش بتتوقع أو تتكهن. والدليل على ده إنه وقتها لما العوضي وياسمين علقوا على الموضوع ما كانوش بيظهروا في الوقت ده سوا. لكن في فئة كبيرة جدا من الناس مصدقة اللي بتقوله ليلى عبد اللطيف دايما، خاصة إنها دايما بتأكد إنها مش عرافة ولا منجمة، هي عالمة وبتتكلم بعلم الأرقام والكواكب. والموضوع ده جه معاها بالتمرس لسنين طويلة، والدليل إنه دي مش النبوءة الأولى اللي تتحقق لليلى عبد اللطيف، وإنه قبلها في توقعات كتيرة سياسية واقتصادية وحتى فنية اتحققت. وده معناه إنها فعلا صاحبة علم، علشان ترجع ليلى وتفاجئهم بتنبؤ جديد، وهو إن ياسمين عبد العزيز هتتجوز. وطلعت وقالت أنا شايفة إن ياسمين مسألة أيام وهتتجوز، هي ما بتعرفش تكون لوحدها علشان عندها مشاعر فياضة، وشايفة كمان في إيديها ولد صغير، وده معناه إنها هتخلف، لكن إمتى وإزاي العلم عند الله. الجمهور قال إن ليلى المرة دي مش بتتوقع ولا حاجة، ده أكيد في اتفاق بينها وبين ياسمين إنها تطلع تقول الكلام ده. وبدأت الناس تحاول تتكهن مين هو العريس الجديد سعيد الحظ، وناس تانية شايفة إنه اللي بتعمله ليلى ده بتستغل اللي ترند بيه، خاصة بعد التنبؤ الصحيح اللي حصل، وإنها بتقول كلام وارد إنه يحصل في أي وقت، علشان لما يحصل يتقال ليلى توقعت بده من بدري. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا، شايفين فعلا إن التنبؤات ليلى عبد اللطيف حقيقية ولا الموضوع ترند مش أكتر؟ وهل ممكن يكون بينها وبين ياسمين عبد العزيز اتفاق معين علشان يعلنوا خبر ما؟ شاركونا رأيكم وتعليقاتكم في الكومنتات.